وصلنا للجزء الثالث والأخير في كتابنا، ولسه مكملين في سؤال وجواب. ابني طلب مني حاجة وأنا مش موافق، أعمل إيه؟ حاجتين هنعملهم. أول حاجة أحاول أبدل كلمة لأ على قد ما أقدر، وقبل ما أقول إزاي هنعمل كده خليني أقول ليه. تخيل نفسك بتطلب من شخص طلب أنت نفسك فيه قوي، والشخص ده بكل فوقية كان رده عليك لأ. تخيل ساعتها هيكون إحساسك إيه تجاه الشخص ده؟ أتصور إنه مش هيكون ألطف حاجة. علشان كده لما بنحاول نحط نفسنا على قد ما نقدر مكانهم هنلاقي طريقة كلامنا وأسلوبنا معاهم بتختلف. طيب إزاي أبدل كلمة لأ؟ بدل ما تقوله لأ لما تخلص اللي وراك أو لأ أنت ما عملتش اللي طلبته منك، قوله أيوة أنت ممكن تاكل الحاجة دي أو ممكن تلعب اللعبة دي بعد لما تخلص وحدد الطلب اللي أنا عايزه. يعني مثلا هو عايز ياكل كاندي ولسه ما اتغداش، فأنت تقوله أيوة أنت ممكن تاكل الكاندي دي بعد لما تخلص غداك، إيه رأيك دلوقتي أقوم أجهز لك الطبق بتاعك علشان تاكل؟ تاني حاجة الإلهاء، إنك تحاول تشتت انتباهه، والطريقة دي بتنفع مع الصغيرين والكبار كمان. ملحوظة صغيرة، لو زادت المقاومة وزادت معاها كلمة لأ يبقى ده معناه إن البيئة اللي متواجد فيها طفلك هي بيئة محفزة لحواسه، فمش هتقدر تتحكم في سلوك ابنك في بيئة مليئة بالمحفزات. يعني الحاجة قدام عينيه، فمش منطقي أبدا إن هو هيقعد ويربع إيده ويقولك حاضر، زي بالظبط كده كأنك بتطلب من عصفورة إنها ما تطيرش. علشان كده لازم أتحمل المسؤولية كاملة في إني أوفر البيئة المناسبة الأول لطفلي وبعد كده صحح وعدل. الكاتب بيقول لنا نصيحة إن إحنا نحاول نخلي الطفل يكتسب عادة واحدة ولو صغيرة في جوانب حياته المختلفة، سواء كل شهر أو حتى كل سنة، وبيقول النتيجة بتكون مبهرة. طيب كل طفل بيشوف الحب بطريقة مختلفة. يعني مثلا في طفل بالنسبة له الحب حسي، إنك تحضني وتطبطب عليا يبقى أنت كده بتحبني. في طفل تاني الحب بالنسبة له سمعي، قولي كلام حلو كتير. في طفل تالت بقى الحب بالنسبة له رقمي. في طفل رابع الحب بالنسبة له بصري، يعني نظرة العين، الثقة، المحبة، هدايا مغلفة بطريقة حلوة. طيب أنا ليه بفسر الجزئية دي مخصوص؟ لأنه هيكون جزء من حل لسؤال جاي معظمنا بيعاني منه. ابني عنيد، أعمل إيه؟ أتعامل إزاي مع العند ده؟ طيب قبل ما أقول نعمل إيه، مهم قوي إن إحنا نكون عارفين إن في مرحلة عمرية بيكون العند فيها هو السمة الرئيسية للمرحلة دي. طيب عرفنا نعمل إيه بقى؟ أول حاجة وأهم حاجة املى خزان الحب اللي إحنا كنا لسه بنتكلم عليه من شوية، سواء حسي أو بصري أو سمعي أو رقمي. أعرف إيه السبب ورا عنده، إيه الاحتياج اللي هو بيحاول يشبعه وليه. أنا لازم أخد بالي كمربي إن ابني دوره يلعب ويكتشف، فما تحاولش تحرمه من دوره ووظيفته في الحياة. حاول تسمع ليه والمشاعره، خليه يتكلم ويعبر عن مشاعره وقوله أنا حاسس بيك. حاول على قد ما تقدر تديله بدايل، مكرونة ولا بطاطس، فراخ ولا لحمة. اسأله، ما تدخلش معاه في جدال وعند. اسأله تفتكر ليه لازم ننام دلوقتي؟ طب ليه لازم نروح المدرسة؟ طب إيه اللي هيحصل لو أجلنا اللعب لبكرة؟ طب ليه لازم نفطر كويس؟ عرفه بتخطط لإيه، وطبعا ده بيختلف على حسب عمر الطفل. يعني مثلا قوله قبلها بفترة إحنا هننام كمان نص ساعة وممكن تغسل سنانك لوحدك لو تحب، أو مثلا إحنا كمان نص ساعة هنروح نجيب طلبات البيت، وممكن لما نروح من حقك تشتري حاجة واحدة من هناك. لو عمر الطفل أكبر بشويتين ممكن تقوله يوم الجمعة الجاية إحنا مسافرين اسكندرية، هل ده مناسب ليك ولا وراك حاجة؟ كل ده بيوصله إن هو له احترامه وبالتالي احترامك، وبيبقى عنده ثقة في نفسه ومقدر نفسه كويس وبالتالي بيثق فينا. امدح ولادك، ركز على الإيجابي، اللي بتركز عليه بيزيد وبيستمر. اختار معاركك مع ولادك، طالما الطلب بتاعه لا يتعارض مع قيم جوهرية وأخلاقية فتجاوز. اسأله بصيغة الماضي، دخلت، أكلت، لعبت. طيب أعلم ولادي يثقوا في نفسهم إزاي؟ أول حاجة إن الخطأ وارد، بالعكس ده طريقة عشان نتعلم منها. أخليه يجرب وكافئه على المجهود مش على النتيجة، وعرفه إن المهم هو المجهود وإن النتيجة هتيجي يوما ما. دايما أو في معظم الأوقات بيكون في فرصة إن يصلح الغلط، وحاول تكون قدوة في النقطة دي. يعني مثلا لو زعلت صاحبك روح راضيه وفرحه. علمهم لما يقابلوا أي حاجة صعبة إن هم يقسموها لخطوات صغيرة، وإنه عادي ساعات نخسر أو نفشل. شجعهم وخليهم يحطوا أهداف صغيرة ويحاولوا يوصلوا ليها. اديهم فرصة يكتشفوا العالم بنفسهم وادعم محاولاتهم دي، واوعى تحبطهم
وتقف لهم على كل غلطة، خصوصاً لو كانوا بيعملوا حاجة علشان يساعدوك بيها، لأن ده هيدمر ثقتهم بنفسهم. طيب، في كام نقطة أوقات مش بناخد بالنا منها مع ولادنا، إن إحنا مش بنقدر نفرق ما بين السلوك الغير مقصود والسلوك المقصود. يعني السلوك الغير مقصود هو لا يؤدب عليه لكنه بيصلح ما أفسده. يعني مثلا كب المية على الأرض أو اللبن من غير ما يقصد، فهو هنا هيقوم ويمسح مكانه اللي اتبهدل. طيب السلوك المقصود بقى، حطينا قواعد للنوم وحددنا عواقب الالتزام وعواقب عدم الالتزام، وهو قاعد يماطل، يبقى تطبق العواقب. وعلى ذكر كلمة العواقب بقى، فرجاءً وإحنا بنحط العواقب تكون العواقب دي منطقية وقابلة للتطبيق، وما نحاولش نبالغ في التهديد. أنا عارفة إن إحنا أوقات بنكون جبنا آخرنا معاهم، بس تخيل كده، ابنك عمل تصرف ما كانش المفروض يعمله، فأنت قلت له أنت محروم من التليفون والنادي والمصروف. تفتكر ده منطقي؟ طب أنت هتقدر تعمل ده؟ فبدل ما نعمل كده، فكر كويس في كلامك قبل ما تقوله. ما تهددش، بس حط قواعد محددة. فكروا بالعواقب، ولو احترت في العواقب اللي انت عايز تحطها، فخلي الجزاء من جنس العمل. يعني مثلا في لعبة هو بيلعب بيها وقام رميها، انت هتشيلها وتعينها، او مرضاش يلم ألعابه، انا هشيلها وعينها. استخدم أسلوب التنبيه والتذكير الأول، بعد كده ابقى طبق العواقب لو هو ما استجابش. طب أنا ليه بعمل كل ده؟ أنا بعمل ده علشان لما أجي أتكلم مع ابني ياخد كلامي على محمل الجد. نقطة مخصوص لنبع الحنان، أرجوكي حاولي تستخدمي معاهم الأسلوب المباشر بدل من الأسلوب الغير مباشر. أوضتك مش نظيفة، الساعة بقت 10، بلاش الألغاز في الكلام. خلي طلبك واضح، انت عايزة منه ايه، عايزاه يعمل ايه. وخلي بالك وانت بتطلبي الطلب بتاعك يكون واضح وصغير، وشيلي الكلام اللي ملهوش لازمة من طلبك أو من جملتك. بمعنى أدق كده، اختصري. بلاش معاهم نمشي بمبدأ في حاجات تتحس وما تتقالش، لأن معاهم كل حاجة لازم تتحس وتتقال. طيب، مهم قوي يكون لينا روتين ثابت مع الطفل في كل حاجة، أكله، شربه، لعبه، من حيث الوقت أو المكان. لو اديت لابني وعد لازم أوفيه، وبلاش إن شاء الله تفقد قيمتها ومعناها الحقيقي الجميل معاهم. التزم باللي بتقوله لابنك، وإلا ما تقولش ولا توعد. طيب لو ابنك طلب منك طلب بطريقة مش مهذبة، أعمل إيه؟ خليه يعيد الطلب مرة تانية بطريقة مهذبة. علموهم يدعوا لكم، يعني ماما حضرت لنا الأكل الجميل، فبابا هيقول لهم إيه؟ يلا يا ولاد ندعي لماما ربنا يبارك لنا فيها ويقويها. طيب ماما قاعدة مع الولاد وبابا رجع من الشغل، فماما هتقول للولاد إيه؟ يلا يا حبايبي ندعي لبابا ربنا يبارك لنا فيه ويعينه. ادعوا ليهم قدامهم، خليهم يسمعوكوا وانتوا بتدعوا لهم. في كلمات لما بنقولها لولادنا بتزود مقاومتهم لينا من غير ما نحس، زي مثلا ما تضربش، ما تخافش، ما تقلقش. فبدل ما نقوله ما تعليش صوتك، ممكن نقوله عبر عن اللي انت عايز تقوله بصوت بالراحة. أو بدل ما تقوله ما تاكلش بصوت عالي، قوله تقدر تاكل بهدوء وبقك مقفول. بدل ما تقوله ما تخافش وما تقلقش، ممكن تقوله اطمن أنا جنبك. ليه؟ لأنك بتخاطب العقل الباطن اللي هو مش بيتعامل مع الأوامر السلبية. الخلاصة، استخدم الرسائل الإيجابية دايما، اظهر التعاطف معاهم، استخدم معاهم صيغة الماضي لما تحب تستفسر عن حاجة، توافق معاهم جسديا سواء قاعد أو واقف عشان تكون في مستوى ابنك في أي حوار، تلامس معاه في حب وهدوء وود، اسأله عايز إيه وإيه كمان، خليه يتكلم. طيب وديتي بنتك تلعب في مكان معين ولسه عايزة تكمل لعب، فأنت ساعتها هتقولي لها حبيبتي أنا عارفة إنك عايزة تلعبي أكتر والله، وإنك محبطة علشان هنمشي، بس ده وقت رجوع للبيت، إحنا هنروح دلوقتي، بس إيه رأيك نلعب بكرة سوا؟ أنت كده تعاطفتي معاها وأقرتي بمشاعرها وقلت لها إحنا هنعمل إيه واديتيها بدايل. طيب إحنا قلنا قبل كده لو الطفل عمل سلوك وحش ما نركزش عليه. في نقطة كمان حابة أكد عليها وضروري ناخد بالنا منها، هي إني أدور على السبب دايما ورا السلوك أو المشكلة دي، وأحط نفسي مكانه وأفهم احتياجه إيه وأتعامل مع الاحتياج ده، وأحاول على قدر المستطاع إني أزود حب واهتمام وقبول، وأقول له أنا عارف إنك ما تقصدش السلوك ده، طب أقدر أساعدك إزاي عشان تتخلص من اللي حصل ده، وبعد كده نتعلم إزاي نعملها مع بعض. طيب يجي حد هنا يقول على فكرة بقى أنا استخدمت معاهم صيغة الماضي وما اديتلوش أوامر، واستخدمت معاه أسلوب التعاون وبرضه قوم معترض. هنا عزيزي المربي أنا حاسة بيك والله، بس كل اللي هتعمله إنه هيكون في ابتسامة هادية على وشك، وأبصله وأوجه نظري ليه وأكرر الطلب بتاعي لغاية ما يستجيب. ونصيحة، ما تخليش الطفل يسحبك لحوارات جانبية.
طيب، الكاتب بيقول لنا شوية أفكار ممكن نعملها مع ولادنا في وقتنا الفاضي. ممكن مثلا وإحنا قاعدين معاهم في وقت انتظار في العربية أو في أي وقت فاضي، ممكن نقعد معاهم نراجع اللي إحنا هنعمله أول لما ندخل البيت. ممكن مثلا نلعب معاهم اللعب القديمة بتاعت زمان، نتكلم معاهم: انتي حسيتي امتى اني بحبك؟ طب ايه الحاجة اللي ضحكتك النهاردة؟ طب ايه الحاجة اللي نفسك نعملها سوا؟ احنا كده خلصنا كتابنا. كلامي دلوقتي هيكون كلام مش كلام الكتاب. التربية من وجهة نظري المتواضعة قايمة على الصبر والدعاء. أنا عارفة إن الكلام يبان سهل، وإن تنفيذه صعب جدا، وإنه أوقات الأطفال بيستهلكونا تماما، بس إحنا بنحاول وبنسعى إن إحنا نطلع أولاد صالحين، والنتيجة مش في إيدينا. صلاح ولادنا وتوفيقهم في حياتهم واختياراتهم دي حاجة مش في إيدينا، وإلا ما كناش شفنا أبناء أنبياء غير صالحين، وهم أكتر الناس صلاحا قولا وعملا. كل لما بحس نفسي محبطة تماما بفكر نفسي بشوية أحاديث كده حابة أقولها لكم. إن العبد يرفع درجة يوم القيامة فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. وإن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بس كده، أعنانا الله وإياكم.